الملكية. انهيار وذوبان أكبر جبل جليدي في العالم يهدد سكان الأرض بما في ذلك القارة الإفريقية والمغرب خاصة نظرا لإطلاله على واجهتين بحريتين، والعلماء يطالبون الجهات المختصة للتحرك لإيجاد حلول ممكنة قبل وقوع الكارثة. وفي تفاصيل هذا الخبر العاجل، بدأ أكبر جبل جليدي في العالم في التحرك بعد عقود من بقائه في قاع البحر بالقارة القطبية الجنوبية حسب ما ذكرت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية. وانفصلت كتلة ضخمة من الجليد عن الجرف الجليدي عام 1986 وتجمدت على الفور تقريبا في قاع بحر بالقطب الجنوبي. وقال المصدر إن هذا الجبل الجليدي يسمى A23A ويزيد سمكه على 400 متر وتبلغ مساحته نحو 4000 كيلومتر مربع، مما يعني أن حجمه يزيد على ضعف حجم العاصمة البريطانية. وبعدما يقرب من 3 عقود يعتقد العالمان إيلا ومارش أن حجم الجبل الجليدي تقلص بما يكفي ليفقد قبضته على قاع البحر كجزء من دورة النمو الطبيعي للجرف الجليدي وبدأ في التحرك. وأضاف أن A23A حصل على لقب أكبر جبل جليدي حاليا عدة مرات منذ الثمانينات، ويتم تجاوزه أحيانا بواسطة جبال جليدية أكبر لكن أقصر عمرا. ورجح العالمان أن يتجه الجبل الجليدي الذي تحمله تيارات المحيط شرقا، وحسب الأرقام المتوفرة فإن A23A يتحرك بمعدل 5 كيلومترات يوميا. وذاكرا رغم أن هذا الجبل الجليدي على وجه التحديد قد انفصل كجزء من دورة النمو الطبيعي للجرف الجليدي، فإن تغير المناخ يقود التغييرات في جليد القارة القطبية الجنوبية، وتفقد القارة كمية هائلة من الجليد كل عام.